حبايبي، اخباركم ايه؟ بقالي كتير ما صورتش. معلش بقى، الجو شتا والواحد بيبقى ايه على برد على طول. النهارده هنتغدى بطاطس، ودي تغذية بصلة وثومة وطماطم عشان احط عليها فول. في اختراع كده انا مخترعاه، بس ايه اما يطلع من الفرن هوريهولكم. هو راح فين؟ تعالى شوف الاختراع. اما اسويها اقول لكم ده ايه، بس يا رب يطلع اللي انا عايزاه. ولو عجبكم هعمله لكم مره تانية واقول لكم بيتعمل ازاي. مش هقول لكم ده فطار البطاطس والفول، لا ده غدا. انا كده كده زهقت من الخضار والطبيخ والكلام ده. بصي، عندي رز اهو عاملاه، عندي بقيه قلقاس، عندي بقيه صينيه بطاطس بالفراخ بتاعتها، بس نفسي مش جايباني ان اكل الحاجات دي. عايزه فول كنت لسه مدمساه، وجنبيه شويه بطاطس. يا سلام بقى لو في جبنه بمش بقى، يا لهوي. خليكم معايا اما نشوف الاختراع اللي في الفرن ده هيطلع ايه، ولو نجح هقول لكم على الطريقه. الحلاوه ادي بطاطس والفول اهو. فول بقى زبده، شوف الزبده، زبده زبده زبده، ده انا عاملاه. وبقيه البطاطس، وبعدت اجيب طعميه. ماشي، ده مش اخر الفيديو، لا خليكم معايا، لسه الاختراع اللي انا اخترعته هدخله الفرن بس بعد ما اتغدى واكل طعميه بقى وبتنجان، حاجه اخر جمال. وده بقى الاختراع اللي انا هدخله الفرن وهنشوفه مع بعض، ولو عجبكم هقول لكم على الوصفه. ايه رايكم؟ دي قرص طريه، تاكليها بالجبنه، تاكليها مع الشاي، تحفه تحفه تحفه. الف هنا وشفا عليكم حبايب ام امير يا عسل. هبقى اقول لكم على الطريقه في الكومنتات. اخر جمال وطريه، بس هي سخنه طريه جدا وطعمها جميل 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 جميل. القرصه دلوقتي بقت بالشيء الفلاني.